ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم معايا في حلقه جديده. وحلقه النهارده حلقه الويك اند اللي كلنا مستنيينه بفارغ الصبر، خصوصا اللي كان عندهم امتحانات سنه رابعه زي حالاتي. قمت كده من النوم، فطرنا وبعدين نزلت بقى، قصدي الاول فطرنا وبعدين قلت انزل بقى اجيب الولاد، وقلت بقى اليوم بقى النهارده هيبقى لطيف كده، بس تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. يلا بينا نشوف حصل معانا ايه. بصوا احنا دلوقتي الساعه 1 الظهر، بس الدنيا مغيمه ازاي. بصوا شكلها هتمطر فعلا زي ما بيقولوا. بصوا السما عامله ازاي. يلا بقى نروح نجيب الولاد من المدرسه، يا رب ما تمطرش علينا واحنا راجعين، ونطلع بقى نشوف هنعمل اكل ايه، لان انا مش عارفه لسه هنعمل ايه. يلا بينا. المهم اللي انا وانا بجيبهم قابلتني مفاجاه كده غير ساره، ان لقيت ابني للاسف تعبان وسخن في المدرسه. رحت داخله بقى جايبه فينو، قلت ايه هعمل حاجه سندوتشات سريعه عشان اوديه للدكتور. طبعا غسلت اللانش بوكسز اول ما جم، ودي حاجة لازم اعملها على طول. وبعدين طلعت بطاطس قشرتها وقطعتها ومعلقة زيت كده، وعلى طول دخلتها على الاير فراير عشان اعمل بقى ايه غدا سريع. المهم انا رحت المدرسة لقيته زي ما بقول لكم سخن، وجينا طالعين السلم مش قادر اطلع، ركبتي وجعاني، مش قادر، جسمي وجعني. فطبعا قلت لا بقى ايه هنروح للدكتور، فقلت اطلع اعمل غدا بسرعة على ميعاد الدكتور ما يجي. عملت اهو البطاطس كده زي ما قلت لكم، وبعدين مسكت بقى العيش فتحته كده بالمقص. طبعا جبت عيش من الفرن كده جنب المدرسة، للأسف طلع يعني غريب يعني، فلا بصوا عامل ازاي. المهم بفتحه اهو زي ما احنا شايفين، على بقى ايه على ما اشوف هعمل ايه، قعدت افكر اعمل ايه. كان عندي برجر اللي هو الجاهز ده، برجر فراخ في الفريزر. رحت برضو ايه، قلت خلاص هعمل لهم البطاطس المحمرة دي واعمل لهم البرجر برضو، عشان ايه عشان نلحق الدكتور وكده. فخرجت البطاطس خلاص من الاير فراير زي ما شفتوها كده، وكانت استوت معايا تمام. برضو هعمل البرجر في الاير فراير. على فكرة هي جميلة، بتعمل حاجة من غير زيت فعلا بيبقى طعمها حلو. يمكن اول مرة تستغربي بس من طعم الحاجة، بعد كده خلاص بتاخدي على طعمها وبتبقى لطيفة بالنسبة لك، وبتبقى خلاص تحسيها اللي هو ده طعم العادي يعني. المهم انا دايما بحط فيها كده ورقة زبدة زي ما انتوا شايفين. كانوا في التوكيل قالوا لي لو هتعملي حاجة مجمدة ما تحط لهاش زيت خالص ولا معلقة ولا اي حاجة. انا كنت الاول حتى المجمد بصراحة بحط له معلقة، بس هم قالوا لي لا. ففعلا اهو طلعت البرجر على طول وهبدأ احطه في الاير فراير من غير زيت ومن غير حاجة. اهو انا قلت هعمل على قدهم هما كده الغدا بسرعة وانزل بيه للدكتور، وبعد كده اما يجي نبقى نشوف بقى ايه هنعمل ايه. ادي البرجر اهي كده زي ما احنا شايفين. البرجر بتاخد 15 دقيقة، ده كده في نص الوقت اهو. طلعتها بعدين اهو زي ما احنا شايفين كده، زي ما بقول لكم البرجر بتاخد 15 دقيقة. طلعته في نص الوقت، قلبته وهبدأ ده الاول كده انا بحطه في الاول بعد كده انا طلعته في نص الوقت اهو. بصوا ده كده نص، اكتر من نص الوقت كمان. طلعته بعد 10 دقايق، هقلبه الناحية التانية وهدخله يكمل بقى الشوية اللي باقيين. وخلاص كده البرجر اهو جاهز معايا، هطلعه وهعمل لهم سندوتشات سريعا بقى عشان انزل. اهو بصوا كده حطيت لهم، حتى كانش عندي كاتشب ولا حاجه، قطعتهم كل واحد طماطم كده على البرجر ونزلت. طبعا ما كلش الدور اللي عنده سادد نفسه جدا، فما كلش ولا حاجه. فنزلت على طول رحت للدكتور. المهم هنا اهو نزلنا بقى، رحت للدكتور زي ما بقول لكم. كنا قاعدين مستنيين الدور بتاعنا، وهو يا حبيبي قاعد يقول لي بترعش بردان مش قادر. وانا مش عارفه بصراحه يعني في المدرسه سابوه سخن ازاي من غير ما يكلموني، بس قال لي يا ماما انا كنتش حاسس ان انا برد، ما كنتش حاسس ان انا تعبان، مع ان انا اول ما رحت وشفته لقيته سخن على طول. المهم دخلنا بقى للدكتور وقال لي ده عنده ايه احتقان جامد في اللوز والحلق، وكتب لي بقى زيستروماكس انتبيوتيك، وكتب لي اللي هو توسي ستوب ده دواء الكحه لانه بيكح، وتلفاست حساسيه، والحراره لانه بيسخن جامد، بالتبادل بين سيتال وبروفين كل 4 ساعات لان هو السخونيه عنده جامده جدا. وطبعا كمان جبت له كمادات الجل وبقيت بحطها له على طول. انا مش عايزه اقول لكم يعني مجرد ما مفعول
الخافض بيروح بيسخن في ساعتها تاني. طبعا دور وحش جدا، خلي بالكم بقى، وخلي بالكم من ولادكم، ابدأوا تقللوا لهم لبس شوية عشان الدور ده منتشر قوي. رحت بقى بالمره، قلت يلا، والويك اند باظ بقى اللي كنت مستنياه بعد امتحانات اخوه بتوع سنه رابعه، يلا بقى هو باظ وباظ فخلاص. رحت بقى ايه مطلعه لهم الشتوي كمان بالمره، ورصيته في الدولاب، وقلت ايه نخلص كده بقى من الحاجات دي عشان نبقى فوقنا كده كده، ما عملناش اي حاجه في الويك اند، فنبقى عملنا حاجه مفيده. وان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. باي باي.